طيب ما معنى اسم الله الرفيق في حق الله عز وجل؟ قال الإمام ابن قيم الجوزية في نونيته المشهورة: وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين: ومن أسماء الله تعالى الرفيق، والله تعالى رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدرج، خلق السماوات والأراضين في 6 أيام، ولو شاء لخلقها في لحظة وبكلمة واحدة، لكنه رفيق. يعني إيه؟ حليم، لا يتعجل، يتأنى جل جلاله. خلقنا أطوارا، ومنه قول ربنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أطوارا يعني إيه؟ مرحلة مرحلة. مني الرجل يلتقي ببويضة المرأة، يقدر ربنا تخصيب، تبقى بعد شوية علقة، مش كده؟ يعني نقطة دم معلقة في الرحم، بعد شوية تبقى مضغة كقدر ما يمضغ الفم من قطعة اللحم، مضغة. حتى شكلها، لو حطيت حتة لحم ملأت فمك وضغطت عليها بأسنانك وأخرجتها، ده شكل المضغة فعلا، مضغة، سبحان الله. وبعد شوية تبقى عظام، وبعد شوية ربنا يكسو العظام إيه؟ لحم. أطوارا. قال ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. مش قادر يخلقها في لحظة؟ يقول لك لما تلاقي واحدة متعجل كده تقول: يا ابني خليك اهدى شوية يا أخي، ده ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام عشان تحملوا على إيه؟ عدم العجلة. فهذا من رفقه جل جلاله. والمتدبر لشريعة الله يرى رفقه فيها، في التدرج في الأحكام. لو أول ما أنزل الله في القرآن الربا حرام، الخمر حرام، كذا حرام، كذا حرام، لما دخل الناس في دين الله. إنما ربنا أخذهم بالتدرج لأنه رفيق. كل القرآن المكي يتكلم عن العقيدة، عن الجنة، عن النار، عن قصص الأنبياء، مش كده؟ حتى إذا استقر الإسلام في النفوس وجاء القرآن المدني كله بيتكلم عن إيه؟ الأحكام، القوانين. أي صورة فيها أحكام وانت مغمض اعلم أنها مدنية. البقرة مدنية، النساء مدنية، المائدة مدنية، النور مدنية، يوسف قصة مكية من غير ما تبص في المصحف، الكهف مكية قصة، وهكذا. المفصل من القرآن كله تقريبا أو جله قرآن إيه؟ مكي. 3 أجزاء الأخيرة. صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا حرم الخمر مرة واحدة؟ ده على 3-4 مراحل. منها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بيقول لك دي وحشة، الشر فيها غالب، لكن ما حرمتش بالتدريج. ولذلك قال عمر: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزل بعدها بزمان: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلمون ما أو حتى تعلموا ما تقولون. يبقى من الفجر لحد العشاء ممنوع تشرب خمرة عشان ما تخطرفش في الصلاة. طيب بعد العشاء ممكن. قال عمر: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت الأخيرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجاسة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طب ما كان قادر ربنا ينزل الآية دي في الأول؟ لا، ربنا حليم رفيق، شرعه ينزل بالتدريج.
يراعي حال الناس. الله، عندي طالب في سنة تانية ابتدائي، أديله المنهج بتاعه كتب الجامعة هيسقط، مش هيفهم. فهذا من رفق الله، التدرج في أحكام الشريعة. هل الربا حرم مرة واحدة؟ لا، برضو خد له 3-4 مراحل، إلى أن نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، دي اللي حرمت. وهكذا السهولة واليسر في شريعة ربنا يدل على رفق الله عز وجل.